السلام عليكم متابعين مصر زمان. هنتكلم النهاردة عن الشيخ صديق المنشاوي وعن الطلب اللي طلبه من الملك فاروق وليه عايزه يقفل القهاوي في توقيت الساعة 8. استدعى الملك فاروق الشيخ صديق المنشاوي وطلب منه انه يقرأ في الإذاعة بصوته، فرفض الشيخ واشترط عليه انه يقفل كل المقاهي الساعة 8 في وقت تلاوة القرآن، وقال له إن للقرآن جلالة فهو كلام الله ولا يجب أن ينشغل الناس عنه وقت تلاوته بالسؤال عن المشروبات ولهو الحديث. رفض أنه يقرأ القرآن في الإذاعة وحد يسمعه منه قاعد على قهوة بيشرب أو بياكل. فالملك فاروق رد عليه وقال له هذا يعني إن احنا نكلف حارس على كل قهوة، وهذا أمر يتعذر علينا. فرد عليه الشيخ كذلك هذا الأمر يتعذر علينا أيضا. وتلا قول الله تعالى وقال بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والملك فاروق أصدر أمر إن كل القهاوي تتقفل من الساعة 8 للساعة 8:30، وبقت مصر كلها في الوقت ده بتستمع إلى القرآن يوميا، وكل القهاوي بتتقفل وبيستمعوا إلى كلام الله من الساعة 8 إلى الساعة 8:30. رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته.